بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو بوريكم كيف حلقت هذه اللحية، وكيف عدلنا هذو الخطوط متوازيين متساويين، وكيف حطينا الزلف، وكيف خفينا اللحية في الجوانب، وكيف خفينا التكسوكة وخليناها نفس المستوى، وكيف نحاول ما نخلي الشعر يطير على الزبون. بوريكم الطريقة وكل شيء نفس ما تشوفوا هذه الحلاقة. أول شيء بدأنا بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا الجل نفس ما تشوفوا هذا الشكل. اللي ما عنده جل يمكن يحط مي ولا يحط فازلين، ولا بإمكانه يحط حتى شامبو يحطه، تحط شوية زين لين ترطبه بهذا الشكل. طبعا اخواني الفيديو طويل شوية، بس أكيد 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 وكتير وكتير كتير مفيد، وايد مفيد كتير. يعني بالنسبة للشباب اللي يبغوا يتعلموا الحلاقة بالطريقة الخليجية، تابع معي الحين كيف بحط لك خط هنا. بجيب البودرة مع مشط صغير رقيق، بودرة البيضاء، بحط لك بوريك هنا كيف. شوف فتحة في الفم، بناخذها عند وسط الأذن. من هنا قربت لكم الصورة على فتحة الفم هناك. شوف معي المشط حبيبي المشاهد وين، وسط الودن. وبنوريكم في الجهة الثانية بتكون مبينة أوضح. شوف هنا هذا الخط، الطرف الثاني يكون نفس الخط، نحط خط نفسه نفس ما تشوف بودرة البيضاء هذا الشكل. شوف المشط وسط الودن. هذا الخط الحين بنمشي عليه بالموس بس بشوية بشوي. آخر شيء بوريكم كيف بنخف اللحية، وكيف بنحاول ما نخلي الشعر يطير على عيون الزبون وعلى خدود الزبون، يعني كيف تخلي الزبون مرتاح. تشوف هنا حبيبي المشاهد هذا الشكل. بنخف لين نحل بالموس لين نوصل للخط، مكان الخط اللي حطيناه بالبودرة، ونوقف ونشيل هذاك الشيء اللي الشعر، ونعدل الزلف نفس الشيء. وبوريكم كيف تجيبوا الزلف نفس القياس، يعني متقايس نفس قياس يعني مع الثاني. طبعا الفيديو اخواني المشاهدين للشباب المبتدئين. هنا بنحط فتحة الشنب، نخلي فرق بين الشنب وبين اللحية لأنها بتكون حلوة شوي. شيء بسيط يعني، لأن نحط الشنب بس. هو هذه الطريقة فعالة لين يكون الخطوط على الخد متساويين، سواء الخط عمودي أو الخط مايل. نحاول نجيب هذه نص دائرة يعني. شوف الطرف الثاني كيف. نشوف هذاك الخط، بنجيب لين الخط ونوقف. وفي التحديد بوريك حبيبي المشاهد كيف يعني ما تجرح الزبون. كان عندي بعض التعليقات، الشباب يطالبوني كيف يعني يستخدم الموس بدون ما يجرح الزبون. الموس دايما خليه مايل أكثر شيء، أكبر قدر ممكن يكون مايل كتير. شوف الموس كيف راقد كتير نايم. الموس لا توقف الموس. ودايما مدد الجلد. شوف الأصبع بيشغل الجلد عكس الموس. شوف دايما الأصبع وين بينحط. شوف هنا دايما الأصبع تمدد به الجلد، لا تخلي الجلد مرتخي، مدد الجلد.
شوف الحين كيف رفعنا راس الزبون. شوف الحين الأصابع وين والإيد وين. دايما تمدد شوية الجلد على فوق. شوف الموس كيف راقد. شوف الموس لا تخليه واقف. شوف كيف راقد الموس. بهذه الطريقة ما راح تجرح الزبون نهائيا، خصوصا إذا كنت حطيت جيل كتيرة، يعني رطبت الجلد الشعر يعني والجلد زين. شوف الموس كيف. شوف راقد مرة الموس. لا توقف الموس، خليه دايما منحني. طبعا الحين التحديد، وبعد ما نخلص التحديد بنخف اللحية. بوريكم كيف نوازن بين اللحية يعني في الخدود، وكيف بنقايسها مع التكتوكة، لأنه دايما التكتوكة، شعر التكتوكة يكون أغلب عن الشعر اللي في الخدود اللي في الجوانب. يعني كيف نخليها في مستوى واحد وتبين لنا مستويات نفس ما شفتوا في أول الفيديو. طبعا أعزائي هذا الفيديو والشباب المبتدئين، احنا ما نتكلم مع المحترفين احنا نبغى نتعلم منهم. وهنا الجوانب نفس ما تشوف بنجيب خط مستقيم مرة، ويجينا الجانب مربع. هذا هو طريقة الحلاقة في الخليج، يحطوا الخط مربع، أغلب شيء يحطوا الخط مربع. هنا هذا الشيء شوية عندنا، بس مع التخفيف بينشال هذاك شوي بين كأنه. وهنا نفس الشيء الطرف الثاني. ما يبين زين لأن عندي كاميرا صعب انها تثبت، ما عندي حد يساعدني يعني، بس اظن ان الفكرة واصلة يعني. خط مستقيم نفس اللي حطينا في الطرف الثاني. هنا اخواني تشوف في المرايا كيف، اذا بين لك شيء في المرايا بتعيد عليه بالموس عادي. نفس المرايا قدامي الحين اشوف في المرايا، اذا بين لك شيء في التحديد ولا تعدله. الحين خط الزلف بنجيبه مرة مع الخط اللي حطينا في الأول. شوف كيف مع الخط مرة بيجينا الزلف متقايس نفس القياسات. شوف هنا كيف مع هذا الخط واضح مبين، بنجيب الزلف معاه مرة في نفس الخط مستقيم بالماكينة طبعا. الحين بعد ما حطينا الزلف هو ما يبين لأن اللحية غليظة شوي. الحين مع التخفيف بيبين بعد ما نخفف اللحية. الحين ناخذ الماكينة، وهذه اللحية حطيت لها رقم 1 بدون مشط، أكبر شيء يعني في الماكينة بدون مشط. هنا تشوف أكبر شيء ما تشيل صح، بس تبين إنها كبيرة. شوف هذا المكان بالضبط يبين غليظ فيه الشعر، يبين غليظ. وأوريكم كيف نشيله. حبيبي المشاهد شوف ايدي وين، لين ما تخلي الشعر يطير على الوجه وعلى العيون. دائما بأكبر شيء في الماكينة رقم 1 حط ايدك، لا تخلي الشعر يطير على الزبون. طبعا يوم تشيل أكبر شيء الشعر الكبير خلاص الشعر الصغير ما يوصل هناك. نفس ما تشوف هنا بأكبر شيء ما تنشال.
يشيل، بس ديما تكون هذيك المنطقة غليظة، منطقة القفل ديما الشعر غليظ عند جميع الناس تقريبا، هذه المنطقة بالضبط يكون غليظ. لكن احنا بنقص القياس، شوف هذا المكان بنقص شوية القياس نخليها على النص، بس حتى يوم حاطينها على النص بعدها غليظة بنزيد نقصها، بخليها على الزيرو مرة واحدة، لأن هذه المنطقة تبين غليظة دايما عند كل الناس. هذه المنطقة غليظة وبعض الشباب ما يعرف يعني كيف يوازن بينها وبين الأطراف. شوفها الحين غليظة بعدها بخليها على الزيرو مرة. شوفها الحين يوم شليتها بالزيرو خلاص صار نفس الشيء تقريبا، نفس الشيء. شوف ايدنا مع الشنب وين نخليها لين ما يطيرنا شعر الشنب على العيون. حط ايدك هنا حبيبي المشاهد نفس ما شفت، حط ايدك. واي استفسار طبعا واي سؤال واي شيء خلوه في تعليق. شوف ايدي وين حطيتها لين ما يطير لي الشعر على العيون، بس يوم يصير الشعر صغير عادي. شوف الحين ايدي وين حطيتها لان هذيك المنطقة بعد غليظة، نمدد الجلد. هنا نفس ما قلت لكم في الطرف الثاني على الزيرو مرة وتشوف كيف. الحين بعد ما خلصنا بالماكينة نشوف يعني إذا شيء عندنا ذا الشعر هنا في مكان ما تلمسه الماكينة نشيلها بالمقص. اخواني هنا الماكينة نحدد بيها الشنب. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتعليقاتكم وتضغطوا على الجرس. إذا ضغطت على الجرس يوصلك دائما الجديد. وهنا نعيد على الزلف ما شيء مشكل، إذا ما كان مبين زين نعيد عليه. ونفس ما تشوفوا هذه هي الحلاقة. شوف الزلف، شوف الخطوط يعني كيف خطوط الخدود كيف متساويين، شوف المربع التحديث كيف. وهذه هي اللحية الخليجية. ونتلاقى اخواني في فيديوهات قادمة ان شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.